السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حتى لا أطيل على إخوتي المسلمين الذين يحبون أن يفهموا كلام الله عز وجل ويفهموا لما خلقنا، أولا أطلب من إخوتي من فضلكم أعينوني على نشر الفيديو للتوعية وبارتاجوا ماكسيموم وضعوا جام وأبوني وهزوا الجرس، وأسأل الله التوفيق. أما بعد، فهذه رسالة لمن يقولون بأن الأرض اسمها الكرة الأرضية وهنالك شيء اسمه فضاء. أنا لا أقول لكم أنني استمعت فأنا أقلد، لا بالعكس، فهذا فهم للقرآن وكتاب الله عز وجل ولما خلقنا. لو سألت أي أحد أين رأيت بأن الأرض هي الكرة الأرضية، رأيتها في الشاشة، إما في التلفاز أو الهاتف أو جهاز الكمبيوتر هكذا. وكيف عرفت بأن هنالك شيء اسمه فضاء؟ في التلفاز والشاشة والهواتف. إذن إلك شيء حقيقي، سوبرمان حقيقي، لأننا رأيناه في الشاشة. ولا تقولون لي أن لا دخل لهذا بهذا، فسأقول لكم كذبة يقولون لكم كلمة يروجونها جيولوجيين كثير بأن الأرض لها مليارات السنين. سأجيبكم بالصورة العجيبة الذي أدقق فيها دائما، وأقول لكم وأنصح إخوتي المؤمنين أن تتدبروها. لهذا الله عز وجل قال: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. سورة الكهف العظيمة. أتدرون ماذا يقول لكم الله إذا كنتم من الذين يقرؤونه كل جمعة تطبيقا لأوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لأن قال الله عز وجل: ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. فقراءة سورة الكهف كل جمعة فهي طاعة لرسول الله، وطاعة رسول الله فهي طاعة الله. أتدرون تمر عليكم كل يوم كل جمعة هذه الآية ولا تفقهونها. يقول الله عز وجل في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم. هذا اللي غادي يقول لك العلماء قالوا بأن الأرض عندها مليارات السنين، ويجزم ويقطع ويناظر بأنها حقيقة. الله عز وجل هو الذي سيقول له هذه الآية: ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم من دوني فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعها ولم يجدوا عنها مصرفا. ولقد صرفنا في هذا القرآن من كل شيء مثلا وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. ثم انظروا طرح الله لسؤال جميل وعزيز. الرحمن يطلب منا هذا الطلب: وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفر ربهم إلا أن تأتيهم